الباحثون السوريون، سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. صاحب نظرية التطور مترددا. قليلة هي الكتب التي تغير الأفكار الراسخة في الذهن، وهنا تكمن عظمة الكتب المفيدة. تكاد هذه الجملة أن تنطبق تماما على كتاب داروين مترددا. فالأفكار المسبقة عن داروين وعن نظريته التطورية لدى الكثير منا تجعل بيننا وبينه بحرا شاسعا متلاطم الأمواج. هذا الكتاب هو قارب جميل ينقلك لضفة داروين، ويعرفك على داروين الإنسان المرهف الحس والباحث العملاق والأب المكلوم والزوج السعيد والرجل الذي لا يفارقه المرض أبدا. جاء الكتاب في 7 فصول، حمل كل فصل منها عنوانا لطيفا ذا مغزى مقرونا بتاريخ فترة زمنية من حياة داروين يتناولها هذا الفصل بالبحث. فالفصل الأول يدعى البناء يتهاوى، يتحدث فيه الكاتب عن انتهاء رحلة داروين على متن السفينة الملكية ذا بيغل التي استمرت 5 سنوات، وكانت مهمتها رسم الحدود البريطانية، وكانت وجهة هذه السفينة القارة الأمريكية. ويشرح الكاتب في هذا الفصل بدايات تدوين داروين لملاحظاته حول الكائنات الحية، وتشكل المعالم البدائية لفكرة تطور الأنواع، وعندها لم يكن واثقا جدا من نظريته، وأقر في نفسه بأنه لو صدقت هذه الملاحظات لتهاوى البناء. والبناء هنا هو التاريخ الطبيعي اللاهوتي. في الفصل الثاني بيضة الكيوي، يشبه ديفيد كوامن مؤلف الكتاب داروين بأنثى طائر الكيوي، فهي تحمل بيضة تعادل أكثر من 20% من حجم جسمها، وهو حجم هائل جدا لبيضة. وهذه البيضة هي نظرية داروين في التطور، ولكن داروين كان مترددا جدا في الإفصاح عنها، لأنه كان ينشد الكمال ويرى أن الوقت لم يحن بعد. في الفصل الثالث نقطة ارتباط، يزداد يقين داروين بنظريته، وتتراكم لديه الأدلة حول قانون الانتخاب الطبيعي. وفي هذا الفصل نجد داروين الباحث العملاق الصبور الذي لا يرى نفسه إلا على طاولة البحث، يدرس نظريته رغم الآلام الشديدة التي يعانيها والتي لم تفارقه طيلة حياته. ولم يتحدد هذا المرض، إنما وصف بأنه موجات من التقيؤ وآلام حادة في المعدة لم يجد لها دواء قط. أما مفاجأة الكتاب فكانت في الفصل الرابع، بطة للسيد داروين. وهذه البطة أرسلها السيد ألفريد واليس لتشارلز داروين. وألفريد واليس هذا هو جامع عينات طبيعية من حيوانات ونباتات نادرة من جميع أنحاء العالم يبيعها في إنجلترا. المفاجأة في الموضوع أن واليس أرسل للسيد داروين ورقة بحثية فيها الكثير من أفكار داروين عن التطور والانتخاب الطبيعي، وهذا الأمر صعق داروين وأحس بأن هناك من سبقه للنظرية. وحول ذلك يقول تشارلز ليل أشهر عالم طبيعي في إنجلترا في تلك الفترة أن هذين العالمين أشبه بكلبي صيد يطاردان الفريسة نفسها. يشكل الفصل الخامس لب الكتاب، ويدعى كتابه الكريه، والمقصود هو كتاب أصل الأنواع الذي كتبه داروين على عجل لكي يسبق واليس ولكي تنشر النظرية باسمه. وهذا الكتاب لم يكن طموح داروين أبدا، فهو كان يخطط لكتاب ضخم جدا يشبه الموسوعة يدعى الانتخاب الطبيعي، ولكن هذا العمل لم يكتمل أبدا. وفي هذا الفصل نجد شرحا وافيا لكتاب أصل الأنواع والتعديلات التي طرأت على الطبعات الكثيرة له. الفصل السادس فكرة الأصلح، يورد المؤلف الانتقادات التي وجهت لنظرية التطور تاريخيا حتى وصل للعصر الحديث، وبين أن التطور موجود ولكن ليس بالانتخاب الطبيعي وحده، وأن مصدر التغيرات في السلالات هو ما عرف باسم الطفرات الوراثية. والجدير بالذكر هنا أن عبارة البقاء للأصلح
ليست داروينية، ولكنها عبارة مشهورة للعالم هربرت سبنسر، وهي مرادف تقريبي للانتخاب الطبيعي. في الفصل الأخير، الخنفساء الأخيرة، يبرز الجانب الإنساني العميق في حياة داروين، ونتعرف في هذا الفصل على دقائق شخصية في حياة داروين، وأهم المؤلفات التي تناولت سيرته الذاتية، وعن حقيقة إيمانه، وكذلك ضجره من كثرة التعليقات السلبية التي وردت على نظريته. إن كتاب داروين مترددا ممتع إلى أبعد الحدود. جاء عملا علميا غلب عليه الطابع الأدبي بلغة فيها الكثير من العاطفة والرومانسية، فلم يحمل في طياته جدية الأعمال العلمية أبدا، ولكنه كان يشرح إرهاصات النظرية التي كانت تدور في رأس داروين، ويحدثنا في الوقت ذاته عن قصة زواجه السعيد من ابنة خالته إيما، وعن أولاد داروين الكثر، وعن ابنته آني التي ماتت في سن 10 سنوات. هذه الحادثة التي كانت سببا أساسيا في معتقدات داروين الدينية، ولقد كان هذا التشابك في الأحداث والسرد على طول صفحات الكتاب. وصدق الكاتب عندما قال: لو كان المجتمع العلمي هو الذي يصدر النقود، لكان من المسلم به أن توضع صورة وجه داروين على $. معلومات الكتاب: اسم الكتاب داروين مترددا، تأليف ديفيد كوامن، ترجمة مصطفى إبراهيم فهمي، دار النشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة القاهرة. نوعية الكتاب ورقي من 256 صفحة، قطع متوسط.